مساء الخير عليكم متابعيني الاعزاء ومتابعين المسلسل الدرامي الرومانسي الكوميدي الجميل لعبة حب. هبدأ معاكم دلوقتي ملخص الحلقة الجديدة، بس قبل ما ابدأ يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد بنزله، ويا ريت بعد اذنكم ضروري جدا ما تنسوش اللايك للفيديو. هبدأ معاكم دلوقتي ان شاء الله ملخص الحلقة 13. الحلقة بتبدأ بمشهد سما نايمة بعد سهرة اليوم اللي قبله. مالك كان واقف بيبص عليها. بعد كده راح قعد وكان عمال بيشرب قهوة وكان قاعد متضايق. نرجع لسما ان هي صحيت من النوم، قامت كده مخضوضة وبتقول ايه ده، انا عملت ايه؟ وبتفتكر لما كانت بالليل بتقول لمالك اني لازم احكي لك على كل حاجة من الاول. فطبعا قامت وهي مخضوضة كده وبتقول ايه ده، ايه اللي انا عملته ده، انا ازاي احكي له كل حاجة؟ اكيد مدام فريدة تقتلني. لا لا، هو هيقتلها هي الاول وبعد كده هي هتقتلني. قعدت تلخبط يعني. وهتخرب الدنيا كلها بسببي. هعمل ايه دلوقتي؟ اكيد هو مشي وسابني. طلعت على بره عماله بتندى عليه ما لقيتهوش. راحت داخله على جوه جري وقالت لازم اجهز نفسي. طلعت شنطتها وكانت بتحضرها ولبست. في اللحظه دي مالك دخل فقالت له انا صحيت ما لقيتكش فجهزت نفسي. فقال لها كويس، وراح داخل على جوه على اساس يغير هدومه، وهي كانت واقفه متوتره وعماله تقول لنفسها لازم اعرف انا قلت له ولا لا. بعد كده نزلت تحت، كانت مستنياه عند الريسبشن. لما خرج كانت عماله بتنده عليه ما ردش عليها وراح خارج على بره على طول. وبتقول اكيد انا قلت له كل حاجه، وخرجت جري على بره. بتقول له انت ليه ما استنيتنيش؟ فقال لها تفتكر ليه؟ فقالت له هو انت بتسالني سؤال بسؤال؟ وبعد كده سابها وركب العربيه ومردش عليها وهي كانت متضايقه وراحت تركب. مشهد تاني ان عند رامي في البيت كان عمال بيحضر الفطار، وسيرين بعيد بتكلم نانسي وبتقول لها اتصلي بالشركه خليهم يخلصوا تنظيف، انا مش عايزه ريحه بخه في البيت بيجيلي حساسيه. مش كفايه ليله امبارح عدت عليا زي فيلم الرعب. طبعا رامي سامع ومتضايق. لما خلصت المكالمه راحت عند رامي وقالت له ايه ده كله ده، ما كانش لازم تتعب نفسك، انا ما باكلش كل ده. هو بيسألها امك اخبارها ايه؟ قالت له كويسة. وبعد كده بتبص كده بتقول له ايه ده وكمان عامل شاي؟ هو في حد بيشرب شاي الصبح كده؟ ما عندكش اسبريسو؟ فشاور براسه انه وكان طبعا متضايق من كتر النقد بتاعها. فبتقول له طيب اعمل لي. قال لها اوكي وراح قايم. نرجع لسما ومالك ان هما وصلوا بيروت راكبين مع شكري العربية، وشكري بيسأل مالك هنروح فين؟ فقال له انا على الشركة وسما على البيت. فاستغربت وبتقول له ليه على البيت؟ ليه مش هروح معاك على الشغل؟ انا اتطردت خلاص يعني، انا عارفة ان غلطت بس على الاقل اسمعني خليني ابرر لك. كانت متعصبة كده فقال لها اهدي اهدي، انتي ما عملتيش حاجة مش طبيعية عشان تطردي، انتي بس تعبتي ونمتي، انا عايزك تروحي البيت ترتاحي وبكرة تبقي تداومي عادي. فقالت له يعني انا ما قلتش اي حاجة. قال لها لا قلتي لي هحكي لك على حاجة وبعد كده نمتي. فاتبسطت طبعا. وبعد كده بيقول لها ايه هي الحاجة اللي كنتي عايزة تقوليها؟ فقالت له كنت هقول لك اني كنت دايخة جدا لاني مش متعودة اشرب وبقيت زي العيال الصغيرين، بس خلاص مش هشرب مرة تانية ابدا ابدا. وكانت طبعا مرتاحة ومبسوطة ان هي ما قالتلوش. نرجع تاني عند لؤي وسيرين ان هم وصلوا الشركة. سوري رامي قصدي، سيرين وصلوا الشركة. وكانوا داخلين مكشرين، ورامي دخل على مكتبه على طول. بيبص على مكتبه لقى الاسورة اللي اديتها له سما، فافتكر طبعا لما هي اديتها له، فراح خدها من على المكتب وابتسم وراح لابسها. نرجع لمالك وهو في الاسانسير طالع على الشركة. كان بيبص كده على السما وبيقول يا ترى كانت هتقول لي ايه؟ وشافها جنبه بيقول وهي بتقول له يعني انا كنت هقول لك اني بحبك. فقال لها معقول؟ فقالت له لا لا بهزر معاك، وطبعا اختفت. هو كان بيتخيل. بعد كده دخل على الشركة. فبيسأل عن رامي. هاني قال له جه من شوية وصل هو والست سيرين، بس
كان شكلهم متضايقين جدا، يمكن متخانقين. ونانسي كانت بتقول اسمها ايه دي، ريما، يمكن هما متخانقين لان الاستاذ رامي خرج مع سما قبل كده. ومالك طبعا سمع الكلام ده وكان متضايق. نرجع تاني لسما ان هي وصلت للحارة. كانت قدام القهوة، سلمت على عبده، بتقول له ازيك، ايه اخبارك، عامل ايه، هو انت مالك، انت زعلان مني ولا ايه؟ فقال لها ايوه زعلان منك والله. انا حاسس ان انتي اتغيرتي جدا من ساعة ما اشتغلتي. فقالت له ما تقولش كده، بص بقى انا النهاردة ما عنديش حاجة بالليل، هروح اثبت تمام عندي ستي ونقعد نقزقز لب للصبح. فقال لها طيب ماشي موافق، بس اللب عليكي. قالت له تمام، وقامت سلمت عليه ومشيت. مشهد تاني ان نانسي راحت المكتب عند سيرين وبتقول لها باين عليكي مش رايقه، حصل حاجه مش كويسه ولا ايه؟ فقالت لها لا مفيش حاجه، وحتى لو في هتعملي ايه يعني؟ بقولك ايه، امشي من وشي دلوقتي، انا مش رايقه لك. فراحت خارجه. نرجع للسما ان هي وهي رايحه على البيت قابلت لين، كانوا ماشيين مع بعض وبتقول لها لين بتقول لها يعني انا مش قادره انام. فقالت لها ايوه وانا كمان شفت عبده على القهوه بس مش كويس. بقول لك ايه، يلا يلا تعالي عندي نقعد نتكلم براحتنا. فقالت لها لا، علشان زيد هناك مش عايز يحصل بينا توتر عاطفي، ومش عايزه احرجه ولا احرج نفسي. فمسكتها من ودانها وقالت لها يلا يلا امشي، اصلا هو مش هيكون في البيت دلوقتي، يلا بينا. وراحوا ماشيين. نرجع لسيرين وهي لسه قاعده في مكتبها، اتصلت بواحد مصور يعني وقالت له عايزه الصوره من اللي انت صورتها لسلطان مع ستيفاني، واكيد هديك تمنها وزياده كمان، يلا يلا مستنياك وما تتاخرش عليا. نرجع تاني لمالك انه دخل عند رامي وبيتكلم معاه في الشغل وبيقول له الحملة الترويجية مهمة جدا. فقال له ايوه كل حاجة ماشية تمام. بعد كده مالك بيبص على ايد رامي، شاف السويرة اللي سما مديها له. ساعتها افتكر مشهد فلاش باك لما سما كانت عنده وشاف الاسورة في ايديها. فبيسأل رامي ايه اللي في ايدك دي، بيشاور له عليه. فقال له دي هدية. فقال له ايه ده ومكتوب عليها دريم؟ قال له اه. لحظتها سيرين دخلت عندهم وقالت لهم شكلكم غرقانين في الشغل، اكيد مالك طبعا لازم يكون كده، يا ريتك تعدي رامي مع انه مستحيل حد يشبهك مهما حاول. فمالك بيقول لها طمنيني عن امك. فقالت له كويسه، طلع وضعها مش خطير زي ما كانوا بيقولوا. فقال لها ده خبر حلو فرحتيني. فقالت لهم بقول لكم ايه، يلا قوموا نطلع نتغدى بره نغير جو شويه. فرامي قال لها لا ما اقدرش عندي شغل. فقالت لهم قوموا قوموا بقى نطلع ونتكلم في الشغل والكتالوج الجديد. فمالك قال لها تمام يلا يلا يا رامي قوم. فقال له تمام وراحوا خارجين مع بعض. نرجع لسما ولين ان هم وصلوا على البيت وبتبص لقت ستها نايمة على الكرسي، راحوا داخلين على جوه. فلين بتقول لها ايه المجتمع الشرقي ده، يعني الشاب عندنا ما يعرفش يعترف بحبه الا اذا كان دايب، ده وبان، واحنا حتى ما نقدرش نفتح بقنا مع ان عينينا بتكون فطحانة. فقالت لها اتنين بيحبوكي عايزاهم يعملوا ايه يعني، يقفوا قدام الحارة كلها ويتخانقوا علشانك؟ فقالت لها لا انا بس بقولك علشان تساعديني، قولي لي اعمل ايه. هما الاتنين قالوا لي في الموضوع ده في نفس الوقت. فقالت لها طيب خلاص خلاص ما تزعليش، وراحت حضنها بتهديها يعني تعالي نقعد نتكلم بره. مشى تاني لما طلعوا على بره بتقول لها انت ازاي تحبي واحد دب كده زي اخويا؟ فقالت لها لا ما تقوليش كده. تقول لها طب انت حبيتيه امتى؟ فقالت لها من زمان، بس حاجة غريبة جدا، واحدة غيري كان مفروض تحس باخوها، ازاي انا ما حسيتش بيه؟ نرجع تاني لسيرين، كانت بتقول لرامي ومالك اللي هم بعد ما راحوا قعدوا في المطعم يعني الحملة اللي انا بفكر فيها
مش هتركز على وش الموديل، هتركز على الرجلين والشوز. فمالك قال لها دي فكرة جريئة جدا، ورامي قال لها حلوة جدا الفكرة. وراح مالك قال لها برافو يا سيرين انا موافق. فقالت له طيب خلاص، يعني انا هجتمع مع دانيال واقول له الفكرة، بس ضروري يعني دانيال؟ فقال لها ايوه دانيال واحد فنان وموهوب. بعد كده بتقول لمالك على فكرة عيد ميلادك يا ملوكي هنعمل ايه؟ فقال لها انا ما بحبش المناسبات دي. قالت له لا، دي فرصة مهمة جدا لشركتنا ولازم نستغلها. الضجة الإعلامية اللي هنعملها قبل عيد ميلادك هتعمل لنا دعاية حلوة. فقال لها احنا مش محتاجين كده. فقالت له ازاي يعني؟ اكيد محتاجين، انا شايفة انها فرصة مهمة، واوعدك المجلات هتولع باخبارك. فرامي قال له معاها حق على فكرة. فمالك قال لها طب خلاص، بس عموما انت مش هتلحقي تعملي حاجة لان عيد ميلادي بعد بكرة. فقالت له لا، انا مجهزة كل حاجة وهيكون يوم مش هتنساه في حياتك. فقال لها ماشي. نرجع تاني ليلين بتقول لسما بعد ما طلعوا قعدوا بره، مالك قبل كده لما كنتي بتشوفي مالك يعني ايه مالك في ايه؟ قبل كده لما كنتي بتشوفي استاذ رامي في المطعم كان من اسعد لحظات حياتك انك تقدمي له طبق الروزيتو وتفضلي تراقبيه من بعيد وبتكوني مبسوطه. فقالت لها هو شاب كويس، بس انا ما بقتش حاسه اني معجبه بيه. فقالت لها ايوه بس مالك غير. فبترد عليها سما وبتقول لها هو غير خالص، بس انا لما بشوفه بتوتر وبحس بحاجه غريبه كده وبترعش، وبحس اني هتخنق لما بكون عايزه اتكلم ما بقدرش. فقالت لها ده انت كده اتخطيتي مرحله الاعجاب. فقالت لها لا ما تقوليش كده، اصلا ده ما يحقليش، هو انا سندريلا علشان احلم بكده؟ انا امبارح تصوري كنت هقول له على كل حاجه، تخيلي بقى لو قلت له كان حصل ايه، مع انه اكيد هيعرف في وقت من الاوقات. لحظتها جت ستها وكانت بتقول لها ايه ده، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ افتكرت النهارده كمان هتنامي بره. فقالت لها لا لا يا ستي، بس على فكره انا بشتغل مع ناس بيسافروا وبيتاخروا، هعمل ايه يعني؟ قالت لها طب بقول لك ايه، قومي قومي يلا على السوق ناقصني حاجات كتير. قالت لها لا مش قادره، ابعتي زيت. فقالت لها انا مش عارفه زيت حصل له ايه، متغير بقاله كام يوم بيدور على شغل، والنهارده لقى شغل وبدأ فيه. فلين وسما هما الاتنين سألوها في صوت واحد فين لقى شغل فين. فما كانتش عايزه تقول لهم، فراحت لين قالت لها علشان خاطري يا ستي عايزين نطمن عليه. وسما قلقانه، وطبعا قاعده هي وسما بيبصوا لبعض. فراحت قالت لهم قهوه على الكورنيش. قبل كده هو كان مستحيل يرضى بشغل زي ده، بس دلوقتي متغير جدا. فطبعا لين وسما مستغربين. بعد كده سما قالت لها طب يلا اكتبي لي اللي انت عايزاه كله وهروح اجيبه لك. وقامت وكانت بتقول للين يلا يلا قومي، وهي قاعده سرحانه. فشدتها وقالت لها يلا قومي بقى. كنا نخرج لمشهد تاني ان فريده راحت عند سلطان، كان قاعد في الجنينه بره، وكانت لابسه لبس غريب كده. فاول ما شافها اتخض وقال لها ايه ده انت ليه لابسه كده؟ فقالت له صحيت متضايقه وحاسه ان هيحصل لك حاجه. فقال لها بعد الشر مالك في ايه؟ قولي لي بس مالك. فقالت له سيرين. قال لها يوم مش هنخلص من الموضوع ده. فبتقول له انا ملاحظه انها مش هاممها ان احنا لقطناها بسرقه الجزمه وما قدمتش استقالتها، مش عارفه هي مستقويه بايه. فقال لها بجمالها. قالت له ايه؟ لا دي بتخطط لحاجه، لانها حتى ما همهاش اني ممكن اقول لسلطان، انا شامه ريحه مؤامره. فقال لها ده انت اصلا مسكاها بمصيبه، يعني انت القويه. قالت له انا حاسه ان هيجيلنا مصيبه من وراها الحيه دي. نرجع لسيرين ان هي كانت بتقول لرامي ومالك يلا بقى انا همشي باي، ومشيت. ورامي كان بيقول لمالك احنا ما رحناش سويسرا. فقال له ايه؟ قال له قال ايه امها مش حابه تشوفها وهي تعبانه وفضلنا عندي في البيت. فقال له يعني اموركم ماشيه وكل حاجه تمام مبسوطين يعني؟ قال له لا ما مشيتش امورنا ولا هتمشي. فقال له مالك متاكد كده؟ قال له سيرين سقطت سقوط جامد من قلبي. فقال له ايه ده ليه يعني؟
فقال له اكتشفت انها مش البنت اللي هحبها كل حياتي، ما تنفعش. وبعد كده راح باصص تاني مالك على ايده وشاف برضو الاسوره، وبيقول له في حد يعني تاني في بالك ولا ايه؟ فقال له ما اعرفش. وراح رامي سأله طيب وانت؟ نرجع تاني لسما، ان هي كانت راجعه من السوق وشايله حاجات كتير وتعبانه. عبده طبعا شافها فراح خد منها الحاجه وقال لها ايه ده، فاكره نفسك بطلة العالم في رفع الاثقال ولا ايه؟ قالت له ستي بقى اعمل ايه، المطبخ عندها وحاجه المطبخ اهم مننا انا وزيد، وكمان زيد لما بيجي دوره على السوق بيهرب، بس المره دي ستي قالت لي لا لا حرام يعني ان هو لقى شغل. فكان بيقول لها طب بقول لك ايه، يلا يلا بينا، وقعدوا يتعظموا على شيل الحاجات فمرضيش وراحوا ماشيين رايحين بيتها يعني. نرجع تاني للسيرين في مشهد ان هي راحت عند فريدة، طبعا ستي فتحت لها. كانت فريدة قاعدة بتعمل رياضة، اول ما دخلت بتقول يا صباح الروقان. سمعت صوتها طبعا، واول ما شافتها كده اتخضت وبتقول لها ايه اللي جابك هنا، ايه الوقاحة دي، عايزة ايه؟ فقالت لها دلوقتي جه دوري لتسديد الهدف. فقالت لها انا كم مرة قلت لك ما تحاوليش تلعبي مع فريدة الاسعد لان انت اكيد هتخسري. فقالت لها يا ترى مسيو سلطان في البيت؟ فقالت لها هو دايما في البيت مع مراته وحبيبته. فضحكت بسخرية سيرين وقالت لها طيب بقول لك ايه، خليني اطلب لك الاسعاف قبل ما نتكلم لحسن ضغطك يعلى. نرجع تاني لعبده وسما لما وصلوا على البيت بعد ما حطوا الحاجه في المطبخ. بتقول له بقول لك ايه، تعالى نقعد نشرب شاي ونتكلم شويه. قال لها لا لا انا همشي. قالت له لا انت وعدتني. قال لها لا همشي، انا متضايق وحاسس اني مخنوق. فمنعته وقالت له شكلك مش كويس ابدا، وانت عارف اني مش هسيبك كده، تعالى تعالى نقعد على بره ونتكلم، ومسكت فيه علشان يطلع. نرجع لفريدة، كانت بتقول لسيرين ها انطقي في ايه عندك، وكانت متعصبة. فسيرين بتقول لها اهدي اهدي بس. فقالت لها مش ههدى، وانا هتكلم مع مالك واقول له مين اللي سرقت الجزمة. فقالت لها بقول لك ايه، طيب خلاص هتكلم عشان مش راضية تتكلم يعني. فراحت مطلعة الموبايل وورتها صورة سلطان مع ستيفاني. فريدة طبعا اتخضت كده وقعدت تبص شوية، وسيرين بتقول لها دلوقتي اللعبة بقت بين ايدي انا. فقالت لها لا ايه يعني عادي مش مشكلة. قالت لها عادي طيب الصور دي هتتبعت لكل المجلات اللي انا اعرفها، واللي هيحصل لك فضيحة، وبعد فترة الكل هينسى اسم فريدة الأسعد. بقول لك ايه، انا هبعت لك الصور تتسلي بيها بالليل عشان اكيد مش هيجي لك النوم. فراحت لفة الناحية التانية وكانت بتاخد نفسها كده وسكتت شوية، وبعد كده راحت مصرخة وكانت هتهجم عليها. جت سيتي مسكتها ومنعتها، وكانت عمالة بتصرخ وتقول لها خليني امسكها. فسيرين قامت وقفت وقالت لها باي وماشية، فراحت ماسكة جزمتها وحدفتها عليها. نرجع لمالك. رجع على المكتب وكان قاعد متضايق وعمال بيبص على مكتب سما، وبيفتكر فلاش باك لما سمع الموظفين بيقولوا انها خرجت مع رامي، وكمان لما شاف الاسورة في ايد رامي، وطبعا كان متضايق. مشهد اخير ان عبده وسما لما كانوا قاعدين بيتكلموا بره، فبيقول لها وقلت لها كل حاجة انا حاسس بيها ولحد دلوقتي هي ما ردتش عليا. فسألته مش خايف؟ فقال لها لا هخاف من ايه؟ فقالت له افرض اختار زيد. فقال لها انتي مش هتعرفي اذا هتكسبي ولا هتخسري اذا ما حاربتيش. يعني انا خبيت مشاعري عن لين سنين علشان ما اخسرهاش، وفي الاخر ما استفدتش اي حاجة. فقالت له يعني انت مستعد تحارب؟ فقال لها لا، هحارب ازاي؟ كل الذخيرة اللي عندي هي الحب وبس، واذا خسرت يعني هيحصل ايه يعني؟ الانسان ما بيقدرش يملك كل حاجة بيحبها. فقالت له يعني احنا مش لازم نخاف ونقول كل حاجة بنحسها واللي يحصل يحصل. قال لها ايوه بالظبط كده، لان الخوف بيخلي الانسان عاجز.
وعلشان تكوني سعيدة في حياتك لازم يكون عندك قلب قوي وتغامري. وقام مشي، وهي كانت ساعتها عمالة بتقول لنفسها أنا لازم أكون قوية وأقول اللي في قلبي، يمكن أخسره ويمكن يسامحني، وإذا ما سامحنيش على الأقل هكون أنا صادقة مع نفسي واللي يحصل يحصل. والمشهد ده بتخلص حلقة النهاردة وبيخلص الملخص. أتمنى يا رب يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله.